السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، انا بقالي كتير بقالي سنة تقريبا ما نزلتش فيديوهات على القناة ولا على الصفحة ولا اي شيء. فعشان كده انا ان شاء الله الفترة الجاية هنزل لكم فيديوهات حلوة جدا. من ساعة ما وصلت لفرنسا هنا وانا صورت فيديوهات حلوة. يعني اليوم اللي كان كويس وحسيته كويس وعايز يتصور، صراحة مناظر حلوة جدا، اماكن حلوة، شفت اماكن حلوة، شفت يعني حاجات كتير هنا في البلد دي حلوة. يعني فبجد انا صورت لكم فيديوهات كتير حلوة، ان شاء الله الفترة الجاية هنزلها بإذن الله. و بس ليا طلب طبعا عندكم، ان انتوا كل اللي يشوف الفيديو يعمل اشتراك في القناة ويعمل متابعة على صفحة الفيسبوك. لو انت بتشوف الفيديو من على الفيسبوك تعمل متابعة، ولو من على من على اليوتيوب اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان اما انزل اي فيديو يوصلك اول باول. نتكلم بقى بصوتنا الطبيعي ونيجي للجد. بصوا يا بنات، انا في من قالي سنة تقريبا ما نزلتش فيديوهات نهائي على القناة ولا على الفيسبوك. فعشان كده الربح وقف من عندي من على القناة خالص، وهحقق الشروط من اول وجديد كأن القناة لم تكن. فانا طبعا دلوقتي لازم احقق الشروط كلها من جديد. فلازم تشاركوا الفيديو، تعملوا مشاركة، تشتركوا في القناة، تفعل زر الجرس، تعملوا متابعة على الصفحة عشان ارجع افعل القناة من تاني، لان كنت انا فعلتها وبدأت فعلا اربح منها. بس طبعا لما ما نزلتش فيديوهات سنة كأني ما عملتش اي شيء، وارجع ابدأ من جديد على القناة طبعا. ولازم اكمل الشروط من اول وجديد واعملها. وبعدين المهم ندخل بقى على الفيديو. فطبعا عشان كده يعني انا بقول لكم اعملي اشتراك في القناة ومتابعة للصفحة لو انتي اول مرة تشوفي الفيديو بتاعي. طبعا نيجي بقى للفيديو. الفيديو بتاع النهاردة احتفالات كانت في فرنسا. انا بصراحة مش عارفة هي احتفالات ايه، والله لو اعرف هقول لكم. بس هما هنا احتفالاتهم كتير صراحة، يعني احتفالات اي حاجة عليها احتفالات اي شيء. بصوا يا جماعة، هنا هنا الناس دي عايشين حياتهم بدماغهم كده، عايشين حياتهم ازاي؟ بيدوروا على الفرح، اي فرصة يفرحوا بيها، اي فرصة حتى لو قليلة، حتى لو بسيطة، حتى لو قد كده بيستغلوها ويعملوا حفلات كبيرة وعائلات وبيخرجوا وبيخرجوا الأطفال تتفسح، وبيعملوا هنا حاجات كتير ترفيه للأطفال. يعني في مناسبة زي ديت الجناين اللي انتوا شايفينها من أول الفيديو طبعا، الجناين والحدائق والحاجات دي كلها مفتوحة 24 ساعة ببلاش، مفيش أي مقابل مادي. الأطفال تروح تلعب في الملاهي وت... وتتفسح وتخرج وكل شيء كل شيء، يعني مفيش أي حاجة هنا ترفيه للطفل بفلوس. هنا الطفل يلعب ويتنطط ويجري ويعمل كل شيء ومفيش اي مقابل. يعني هنا الحدائق كتير، في كل منطقة حديقة، في كل مكان حديقة والعاب اطفال، وزي الملاهي عندنا كده في مصر. يعني في الاماكن هنا كتير جدا، كل منطقة تلاقي جنبها جنينة وفيها العاب اطفال كل مكان. فطبعا انا يعني الحفلة ديت الناس قالوا لي الاحتفال ده كان الناس قالوا لي عشان نهاية الدراسة. طبعا دي كان من بعد ما انا ما جيت شويه، كان في نهايه الدراسه. العام الدراسي اللي فات كانوا بيعملوا احتفالات يعني كبيره بنهايه العام الدراسي، يعني بدايه الفاكونس بتاعهم، بدايه الاجازه بتاعتهم. فطبعا هنا بيحتفلوا، بيعملوا حفلات وموسيقى وكل شيء في الميادين وفي كل شيء. يعني هتشوفوا هنا كذا حفلة، هنا مجموعة هي عاملين حفلة هنا في المكان ده، وفي مكان تاني حفلات تانية، والناس هايصة وحفلات وكل شيء. والأهالي حتى العرب هنا يعني بيخرجوا يتفسحوا ويشوفوا الناس ويشوفوا الموسيقى ويشوفوا كل شيء. حتى هنا العرب بياخدوا ولادهم وتأقلموا على الحياة هنا. وياخدوا يعني ياخدوا في احتفال في فرنسا، ياخدوا ولادهم ويخرجوهم، لازم يخرجوهم يطلعوا على الجناين، ياخدوا اكل حاجات، يطلعوا للجنينة، يطلعوا حدائق، يخلوا العيال تلعب وهم قاعدين طبعا. فتلاقوا هنا يعني كل شيء متاح للترفيه للأطفال
وكده يعني اماكن للقعده للخروج، تشم شويه هوا في وسط الخضره في وسط الشجر. اماكن كتيره يعني، هنا كل حاجه متاحه يعني، بالذات في للترفيه يعني. المهم، هنا طبعا ده الحاج صاحب البيت. طبعا هو كان مخنوق مني عشان عمال اصور ويقول لي يلا يا بنتي، اقول له اصبر بس هصور الحته دي، هصور المكان ده. المهم ايه، المكان ده عجبني جدا، ان هو كله شجر كده وطريق في النص والترام في ناحية منه. اكيد يعني هجيبه دلوقتي ان شاء الله، هيجي اكيد هيجي يعني، سكة الترام يعني. والمكان نفسه حلو، كله عبارة عن شجر كده، بس هو مش فيه قاعدة يعني، شجر بس كده. وده في نفس المكان كده ميدان كبير، ده طبعا اللي هيتعمل فيه الحفلة اللي انتوا هتشوفوها اخر اليوم، اللي انتوا شفتها في اول الفيديو. دي الميدان الكبير ده اللي هيتعمل فيه حفلة كبيرة بالليل يعني، بيشغلوا موسيقى ويقعدوا يرقصوا ومش عارف ايه وكده يعني. فطبعا ده مكان واسع كبير. هو اصلا المكان ده والملاهي دي برضو عاملة فيديو كويس جدا حلو قوي قوي واحنا راكبين الملاهي دي هتضحكوا عليه، ان شاء الله هنزله لكم قريب. و فطبعا الميدان ده اسمه كينج كونز. فالميدان ده بيعملوا فيه حفلات لانه واسع، الحفلات الكبيرة كده. هو مكان سياحي حلو جدا جدا جدا. المدينة دي اسمها مدينة بوردو بفرنسا. مدينة بوردو دي عاملة زي شرم الشيخ عندنا، زي مثلا الغردقة. يعني مكان سياحي، فيه أماكن كتير سياحية حلوة جدا جدا، وفيها أكتر من بحر. فيها أماكن كتير حلوة سياحية، فيها أماكن كتير تزورها. هي صراحة بلد جميلة يعني، أنا ما شفتش اللي هي طبعا في فرنسا، لكن هي كبلد أنا بعتبرها بلد سياحية حلوة أوي، مدينة بوردو دي. المهم، الميدان ده بقى مكان كده سياحي يعني، أنا بشوف فيه ناس كتير وسياح مجانب بييجوا يتصوروا فيه يعني. هو كمنظر حلو يعني، شكله مناظر حلوة. جينا هنا طبعا بقينا ايه، قعدنا شوية، وبعد كده جينا بقى لما الليل جه كده لقينا الحفلة اشتغلت، قلت اجي اتفرج قلت اجي اتفرج على الحفلة واوريكم الاول المنظر هنا، اوريكم المنظر من فوق. انا صورته لكم من تحت من الناحية التانية كده، وايه جيت اصوره لكم من فوق برضو تشوفوا المنظر. منظر حلو يعني، المنظر جميل جدا. فقلت اصوره لكم كده تشوفوا المنظر من كل الجوانب، او مش حرمكم من حاجة. انا بقى همشي انا بقى واسيبكم على الحفلة. طبعا انا مش محتاجة شرح، الحفلة دي مش محتاجة شرح، هتتفرجوا على الحفلة واسيبكم بقى مع الحفلة. ولو لسه ما اشتركتش في القناة يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان لما انزل فيديو يوصلك اشعار بيه اول باول. وما تنسونيش في دعوة حلوة من قلبكم، ومع السلامة، اشوفكم على خير.